جيم فارلي رئيس شركة فورد كشف عن تحرك جديد بيغير شكل المنافسة تماما في 2026. الفكرة كلها في فريق عمل متخصص قدر يطور منصة عالمية للمركبات الكهربائية UEV. بس المفاجأة ان فوائد المنصة دي مش بس للكهرباء، دي وصلت كمان لمواتير البنزين والهايبرد الأكثر مبيعا عند فورد. المنصة دي بتعتمد على برمجيات ونظم إدارة طاقة متطورة بيتم دمجها دلوقتي في خطوط إنتاج فورد بلو، والهدف هو تقليل تعقيد الأجزاء الميكانيكية وتوفير وقت التطوير. وده بيدي العربيات البنزين والهايبرد اللي جاية دي مميزات رقمية وأنظمة مساعدة سواء كانت موجودة بس في العربيات الكهرباء الغالية، وده بيزود ربحيتها ويطول عمرها في السوق. وبعيدة عن البنزين، فورد بتجهز لضربة قوية في سوق الكهرباء. بيك أب متوسطة الحجم بتبدأ من 30,000 دولار بس. السعر ده مقصود بيه سحب البساط من عربيات الكروس أوفر التقليدية، لأن الشاحنات دي هتقدم مساحة وتكنولوجيا فخمة مع المزايا العملية للشغل. ومن المتوقع إنتاجها هيبدأ في 2027 بمصنع لوازفل. لكن المشوار مش مفروش بالورد، لأن فورد بتواجه تحدي كبير في 2026 بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم اللي ممكن يكلفها ملايين الدولارات زيادة. عشان كده الشركة بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي ونماذج متطورة عشان تقلل الهدر وتدور على موردين جدد وتضمن إن سعر الشاحنة الجديدة يفضل ثابت عند 30,000 دولار من غير ما الجودة تتأثر. تفتكر تكنولوجيا فورد الجديدة هتقدر فعلا توازن التكلفة بين البنزين والكهرباء في السنين اللي جاية؟